في قرية اسمها الزهور في الصعيد، فريق من المهندسين اكتشفوا بالصدفة سرداب تحت عمارتهم. جوه السرداب ده كان في باب قديم مقفول من أكتر من 3000 سنة، والباب ده معمول علشان يحجز كاهن فرعوني. كاهن حنط نفسه وهو حي وحط لعنة على المكان، والمهندسين لسوء حظهم فتحوا الباب ده، ومن ساعتها العداد بدأ يعد 7 أيام لكل واحد فيهم. في اليوم السابع لازم يموت واحد مخنوق من غير أي سبب طبي. السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. قبل اي حاجة حابب اشكركم واحد واحد على دعمكم ليا وكلامكم الجميل اللي حقيقي والله هو السبب في ان الواحد يكمل، ومهما اعمل مش هقدر اوفيكم حقكم. فلو انت اول مرة تشوفني ياريت تشترك علشان تنضم لعيلتنا اللي ان شاء الله واحدة واحدة هنكبرها اكتر، وكمان تنزل تعمل الكومنت واللايك الجمال بتوعك. ويلا بينا نحضر اجواء سهرتنا الممتعة. ياريت تبقى لوحدك في الاوضة وتطفي النور من حواليك لو قلبك جامد، وكمان تجهز سماعتك عشان تستمتع أكتر بالقصة. ويلا بينا نبدأ الحكاية. حكايتنا بتبتدي مع كريم اللي بيحكي وبيقول: أنا مهندس مدني لسه متخرج من 2 سنين، وتعينت في مشروع حكومي كبير في الصعيد. والمشروع كان إنشاء محطة مية جديدة علشان تخدم مجموعة كبيرة من القرى، وكان مقر شغل في قرية اسمها الزهور. اسم على ورق بس، لأن القرية ما فيهاش زهور ولا حاجة، مجرد بيوت من الطين وشوارع ترابية وصحر على قد العين. بصراحة كان حلم بالنسبة لي ومشروع شغل حقيقي وفرصة أثبت فيها نفسي. وسافرت أنا وفريق صغير من المهندسين والعمال، وكنا حوالي 8 أفراد. وأول ما وصلنا أنا حسيت بحاجة غريبة. البلد كانت هادية زيادة عن اللزوم، وما كانش هدوء ريفي عادي، لا هدوء تقيل كأن الهوا نفسه متكتف. ولاحظنا إن الناس بيدخلوا بيوتهم مع أذان المغرب ومحدش فيهم بيخرج تاني، والشوارع بتفضل فاضية طول الليل. أول يوم افتكرنا الموضوع عادات وتقاليد ريفية، وقعدت أقول لزميلي محمود: يمكن دول ناس بتنام بدري علشان الشغل في الغيط. محمود قال لي: طيب هم مش بيزرعوا حاجة؟ شوف الأراضي حوالين البلد عاملة ازاي. وكان معانا سواق اسمه عم رضوان، راجل ستيني من الصعيد نفسها ويعرف المنطقة دي كويس. ولما سألته عن الموضوع بصلنا بنظرة غريبة وقال: ما تسألوش كتير يا بيه، وناموا بدري، وخلوا باب الشقة مقفول كويس، ولو سمعتوا أي صوت بره ما تفتحوش مهما يحصل. طبعا أنا قلت بيهزر معانا مثلا، وقلت له: ليه يا عم رضوان، في حفاريت ولا حاجة؟ لقيته بصلي باستغراب وقال: لا يا بيه، العفاريت أهون، لأن الموجود هنا أصعب بكتير. والطبيعي إن كلام عم رضوان خلانا قلقانين شوية، بس كشباب كنا بنفكر إنها مجرد تخاريف كبار في السن. لكن اللي ما كناش عارفينه إن كلام عم رضوان كان على حق. وبعد أسبوع من الشغل الشاق بدأت أحس إن في حاجة غلط في القرية. كل يوم تقريبا بنلاقي حد من الفريق تعبان أو مخنوق أو عايز يمشي، والعمال المحليين اللي جبناهم من القرية المجاورة جم يوم ومرجعوش تاني، ومحدش عارف ليه. وفي يوم من الأيام، كان يوم خميس أنا فاكره بالظبط والله، رجعنا من موقع العمل الساعة 5 المغرب، ولقينا كهربة الشقة والعمارة كلها قطعة. فنزلت أنا ومحمود عشان نشوف العداد، لأن العداد كان موجود في بدروم العمارة. معرفش إيه الموضوع الغريب ده بصراحة. وأول ما نزلنا ودخلنا للبدروم لقينا ممر طويل جدا وضلمة وفي ريحة عفن غريبة. محمود وقتها بصلي وقال: طب ما احنا كل يوم بنعدي من هنا، ازاي ما خدناش بالنا ولا مرة من الممر ده؟ حاولنا وقتها نشغل نور الممر لكن مفتاح النور ما كانش شغال، فاستخدمنا كشافات التليفون عشان نشوف. والممر كان طويل حوالي 15 متر مثلا، وفي اخره باب خشب قديم جدا لونه اسود. غريبة دي بصراحة، باب في بدروم عمارة. بدأنا نتحرك ونقرب أكتر من الباب بحذر، ولقيت مكتوب عليه كلام عربي قديم ومش مفهوم كأنها طلاسم. محمود اللي دايما متهور قرر يفتح الباب. وقتها أنا قلت له: بلاش يا ابني، مش عاجبني المنظر. لكن محمود ضحك وقال: هو أنت هتصدق كلام عم رضوان؟ ولقيته مد إيده كده وفتح الباب.
ودخلنا جوه. الباب ما كانش فيه اي حاجة متوقعة، وما كانتش مجرد غرفة عادية. كان موجود سرداب ونفق طويل بينزل لتحت الارض، والريحة بقت اقوى زي ريحة جثث قديمة مدفونة من سنين. انا اتجمدت مكاني وبدأت احس برعشة في ظهري، لكن محمود بدأ ان هو ياخد خطوة جوه. وفجأة سمعنا صوت همس واضح جدا، وكأن حد واقف جنب ودننا وبيتكلم، وكان جاي من النفق اللي في آخر السرداب. من الخوف أنا خدت كام خطوة لورا، لكن محمود كمل لقدام وهو بيقول: في صوت يا كريم، أنا عايز أعرف مين اللي تحت. في اللحظة دي أنا بدأت أمسك محمود عشان أشده لورا، ولكن لقيت باب البدروم بيتقفل ورانا بقوة رهيبة. وبقينا واقفين في ضلمة تامة، حتى كشافات التليفون طفت لوحدها. محمود بدأ يصرخ ويقول: افتح الباب يا كريم، الباب اتقفل. وانا حاولت افتحه اكتر من مرة لكنه مش راضي، كأنه ملحوم في الحيطان. فجأة الهمس رجع تاني، والمرة دي اسرع واعلى: اوعوا تخرجوا، خلاص العداد بدأ. صوت مرعب ومخيف كان جاي من النفق تحت. فضلنا ساعة في الضلمة دي، ساعة كاملة بنحاول نفتح الباب، لغاية ما سمعنا صوت خطوات حد جاي من جوه النفق. والخطوات كانت تقيلة وبطيئة. محمود كان بيعيط وقتها، وانا قلبي كان هيقف. وبدأ وقتها يظهر نور خافت وضعيف جاي من تحت الباب من بره. ومرة واحدة لقينا الباب بيتفتح بقوة، ولقينا عم جابر واقف بره ووشه شاحب، وفي ايده كشاف صغير كان هو مصدر النور. وبدأ يتكلم بسرعة وقال: اجروا يا بيه، اجروا. مسكنا بعض وطلعنا جري على السلم احنا التلاتة، وقعدنا في الشقة وكنا مرعوبين من الخوف وقافلين الباب ومش قادرين نتكلم. وبعد ما هدينا بدأ عم رضوان يتكلم وقال: بصوا يا بيه، انا هقول لكم الحقيقة علشان ما شيلش ذنبكم. البيت اللي احنا فيه ده والعمارة دي كلها معمولة فوق مقبرة فرعونية قديمة، والمقبرة دي مش اي مقبرة، دي مقبرة كاهن كبير اسمه بادي امون، وكان بيعبد قوة شريرة. والكاهن ده حنط نفسه وهو حي، وعمل لعنة على اي حد يحاول يسكن فوق مقبرته او يفتحها. والبلد كلها عارفة الحكاية دي، كل واحد سكن هنا حصل له مصايب يا بيه. والعمارة دي اتبنت في السبعينات، والناس كلها سابتها بعد ما بدأوا يسمعوا أصوات ويشوفوا خيالات. والنفق اللي تحت ده اللي انتوا كنتوا فيه هو اللي بيوصل للمقبرة، واللي بيدخل المقبرة دي يا بيه ما عادش بيرجع. أنا سألته: طب ايه اللي حصل؟ ليه احنا سمعنا الأصوات دي؟ عم رضوان بصلي وقال: الكاهن بادي أمون بيعمل اختبار، وبيدي الناس مهلة 7 أيام يمشوا، ولو ما مشيوش بياخدهم واحد ورا التاني. وانتوا نزلتوا النهاردة والعداد بدأ، والنهاردة أول يوم ليكم. طبعا أنا قلت كلام فاضي، لكن محمود كان مقتنع وبصلي بخوف وهو بيقول: أنا سمعت الصوت يا كريم، سمعته بودني. أنا حاولت أهديه، بس جوه قلبي كنت حاسس بحاجة غلط. وبعدها بيومين على طول رجعنا القاهرة وسيبنا الشغل ومشينا. وفي خلال شهر اتصل بيا واحد صاحبي كان لسه هناك، وقال لي ان العمارة دي اتهدد بعد ما مات فيها 3 عمال بطريقة غريبة، ماتوا مخنوقين من غير اي سبب. ومحمود بعد ما رجع القاهرة اتغير تماما، بقى يكلم نفسه ويصحى من النوم ويصرخ، وما كانش بيقول غير جملة واحدة: هو جه، هو واقف في الركن. حتى مراته سابته، واهله قرروا انهم يودوه مصحة نفسية، ولحد النهاردة محمود في المصحة. ولما بروح ازوره بلاقيه واقف ساكت وباصص على الحيطة. اما انا فكل يوم بسمع صوت الهمس اللي مش راضي يطلع من دماغي. والعمارة اللي حكيت عنها اتهدت فعلا. والنهاردة لو سألت أي حد من أهل البلد عن بيت بادي أمون هتلاقي الوشوش بيتخطف لونها. والحقيقة إن في حاجات مش لينا، ولازم يبقى في حدود بين عالمنا والعالم التاني، ومحدش عارف إيه اللي بيحصل لما تتعدى الحدود دي. والسؤال اللي بسأله لكل واحد فيكم بعد ما سمع القصة هو: أنت لو كنت مكان كريم ومحمود
كنت هتنزل السرداب ولا كنت هتجري؟ وايه اللي كان هيحصل لو كملوا في النفق لحد المقبرة؟ بكده تكون خلصت قصتنا النهاردة، وما تنسوش تقولوا لي رأيكم في التعليقات علشان يهمني. ولو حد فيكم عنده قصة وحابب يشاركها معانا يكلمنا على الانستجرام من وصف الفيديو. واشوفكم على خير في قصة جديدة.